أصدر نادي ريال مدريد بياناً اليوم الاثنين بشأن واقعة تعرض فينيسيوس جونيور جناح الميرينغي لهتافات عنصرية من قبل جماهير فالنسيا خلال مباراة الفريقين أمس التي خسرها الملكي بهدف نظيف. وكان مشجعو فالنسيا قد وصفوا فينيسيوس بالقرد في معقل الخفافيش ملعب ميستايا. وقال ريال مدريد في بيانه يدين النادي بأشد العبارات ويرفض بشدة أحداث الاعتداء العنصري التي وقعت بالأمس ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور. وأضاف تشكل هذه الأحداث هجوما مباشرا على نموذج التعايش في دولتنا الديمقراطية والاجتماعية والتي يحكمها القانون. وتابع: يعتبر ريال مدريد أن هذه الهجمات تشكل أيضا جريمة كراهية، ولذلك قدم النادي البلاغ المناسب إلى مكتب المدعي العام، وتحديدا إلى مكتب المدعي العام لمكافحة جرائم الكراهية والتمييز للتحقيق في الأحداث وتوجيه المسؤوليات. وواصل: تنص المادة 124 من الدستور الإسباني على أن المدعي العام يجب أن يتحمل مسؤولية تعزيز عمل العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمصلحة العامة. هذا وحرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على دعم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في بيان رسمي. وجاء بيان رئيس فيفا على النحو الآتي: كامل التضامن مع فينيسيوس، لا مكان للعنصرية في كرة القدم ولا في المجتمع، والفيفا يقف بجانب كل اللاعبين الذين وجدوا أنفسهم في هذا الموقف. تظهر أحداث فالنسيا وريال مدريد أن هذا هو يجب أن يكون الحل. وذكر رئيس الفيفا الخطوات الثلاثة التي تم تبنيها في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في حالة التعرض للإساءة العنصرية. وأضاف: أولاً، يجب إيقاف اللقاء. الخطوة الثانية: يغادر اللاعبون الملعب ويعلن المذيع. إذا استمرت الهتافات العنصرية فإن المواجهة ستعلق واللاعب يستأنف. ثم في الخطوة الثالثة: إذا استمرت الهجمات فإن المباراة تلغى وسيحصل المنافس على 3 نقاط. في ذات السياق، تضامنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية اليوم الاثنين مع فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد عقب تعرضه لإساءات عنصرية. وقالت الرابطة في بيان رسمي: نتضامن مع فينيسيوس جونيور وكل من يواجه العنصرية والتمييز. لاعبو كرة القدم بشر ولهم عائلات وأصدقاء وحياة خارج كرة القدم. وأضافت: عندما يتحدث الأفراد عن العنصرية أو عن تجاربهم الشخصية مع هذا التمييز فمن الضروري ألا تستمع السلطات فقط وتعرض التعاطف أو الإدانة. يجب أن تتخذ إجراءات حاسمة وفورية وفعالة. واختتم: لا ينبغي أبدا قبول العنصرية أو التسامح معها أو تطبيقها. تقع على عاتق الجميع مسؤولية إعطاء الأولوية للقضاء على هذا السلوك المقيت في كرة القدم والمجتمع. هذا وانهالت المواقف الداعمة للبرازيلي من مختلف أنحاء العالم. كشف زميله حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا: لو قال فيني سأترك الملعب كنت سأترك معه. لا يمكن تحمل هذا الأمر، مضيفا أنه سمع أصوات القردة نحو الدقيقة 20. وكتب زميله في المنتخب نيمار: معك. وانضم إليه في حملة التضامن المهاجم الدولي ريشارليسون والأسطورة المعتزلة رونالدو، أو حتى أيقونة الموسيقى جيلبرتو جيل. أما قائد منتخب فرنسا ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي فكتب على إنستغرام: لست وحدك، نحن معك وندعمك. أصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بيانا رسميا بعد واقعة الهتافات العنصرية ضده خلال الخسارة ضد فالنسيا ب1-0 مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 35 من الليغا في معقل الخفافيش ملعب ميستايا. ونشر فينيسيوس بيانا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. قال: هذه الواقعة لن تكون الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. العنصرية أمر طبيعي في الدوري الإسباني. وأضاف أن الرابطة تعتقد أن هذا أمر طبيعي والاتحاد يفعل ذلك أيضا ويشجع الخصوم. أنا آسف جدا، البطولة التي كانت ملكا لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي اليوم تنتمي إلى عنصريين. وتابع: لقد رحبت إسبانيا بي، لكنها وافقت على تصدير صورة دولة عنصرية إلى العالم. أنا آسف للإسبان الذين لا يتفقون، لكن اليوم في البرازيل
تعرف إسبانيا بأنها بلد العنصريين. وأتم لسوء الحظ ليس لدي دفاع عن كل ما يحدث كل أسبوع. أنا موافق، لكنني قوي وسأذهب حتى النهاية ضد العنصريين حتى لو كان بعيدا عن هنا. يذكر أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أكد عقب المباراة أن جماهير فالنسيا وصفت فينيسيوس بالقرد، وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فينيسيوس جونيور بسبب اعتدائه خلال الاشتباكات على هوغو دورو لاعب فالنسيا في الدقيقة 98. وفي ذات السياق تضامن البلجيكي ثيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد مع زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد الهجوم العنصري ضده خلال المباراة. وقال كورتوا خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: لو كان فينيسيوس قد غادر الملعب بعد ما حدث معه لكنت ذهبت معه لأن هذا غير مقبول. في بلجيكا إذا حدث ذلك يغلقون جزءا من الملعب، لكن هنا لا يتم فعل أي شيء. وأضاف: يوما ما عليك أن تضع كاميرا لرصد هؤلاء المشجعين، ما نسمعه جنون، فهم يرددون الإهانات ولا يعبرون عن فرحتهم. وعن طرد فينيسيوس بعد اشتباكات عنيفة من اللاعبين في الدقائق الأخيرة، أشار كورتوا إلى أن تقنية الفيديو لم تتعامل مع الأمر بالشكل الصحيح. إذن هوغو دورو هو من بدأ الاشتباك مع فينيسيوس واكتفى الحكم بإنذاره فقط. هذا وانتقد اللاعب البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان ما تعرض له البرازيلي فينيسيوس جونيور من هجوم عنصري خلال مواجهة فالنسيا. وكتب لياو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: متى ينتهي ذلك؟ بعدما استعان بمقطع فيديو تعرض فيه فينيسيوس لإهانات عنصرية.